مستعجلة وما عندكيش وقت تعملي فطار في رمضان أو غدا في الأيام العادية؟ يبقى وصفتنا النهاردة هي الحل. وأحلى حاجة فيها إنها بتتعمل كلها في حلة واحدة، يعني كمان موفرة في المواعين. عملت معاكم قبل كده الرز المبهر السادة والرز بالخضار، وكانوا الاتنين أحلى من بعض. النهاردة هنكمل مع بعض باقي سلسلة الرز المبهر، وعملت معاكم أحلى رز مبهر بالفراخ. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجة رفعت حلة على النار ونزلت فيها بشوية زيت، واول ما الزيت سخن نزلت عليه ببصلاية متوسطة قطعتها صغير وشوحتها لمدة دقيقة، وبعد كده نزلت عليها بفص ثوم مفروم شوحت تاني كويس قوي. وكنت غاسله صدر فرخه قطعت مكعبات بالشكل ده، نزلت بيه على البصل والثوم وشوحت كويس قوي لحد ما لونه بدأ يتغير. نزلت عليه بالتوابل. التوابل اللي استخدمتها في الوصفه هي ملح وفلفل اسود وفصين حبهان وكاري وبهارات فراخ وبابريكا. وخدوا بالكم من حاجتين، اول حاجه الملح ما تزودوش فيه قوي عشان انا لسه هحط مرق الدجاج فطبعا بيبقى فيها ملح. تاني حاجه الحبهان بشيله على طول اول ما الرز يستوي. دلوقتي بدات اشوح البهارات مع الفراخ كويس قوي بالشكل ده، وبعد كده نزلت عليهم بفلفلايه حمرا متقطعه صغير، واخر حاجه معلقه صغيره من صلصه الطماطم، وقلبت كله كويس قوي. وبعد كده نزلت عليهم برز بسمتي، ده كان ربع كيلو رز، غسلته وصفيته كويس ونزلت بيه على الفراخ والبهارات وبدأت أشوحه كويس جدا. أهم حاجة التشويح كويس في المرحلة دي، لأن أنا لما أشوح الرز كويس ويسخن كويس قوي هو ده اللي بيطلعه مفلفل معايا. دلوقتي جبت مكعب مرقة ودوبتها في شوية مية مغلية لحد ما دابت تماما، نزلت بيها على الرز وكملت المية المغلية. كل كوباية رز بسمتي مش منقوعة بتاخد كوبايتين مية مغلية. نزلت بالمية على الرز وقلبت كويس بالشكل ده وغطيت لحد ما غلى تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه، بدأ يتشرب المية بتاعته. بعد كده هديت عليه النار خالص وغطيته وقفلت فتحة البخار اللي في الغطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكنت كل 10 دقايق كنت بقلب الرز، يعني قلبته حوالي مرتين فترة السوا كلها ولحد ما استوى وطلع معايا بالجمال ده. قد ايه يا جماعه الرز طعمه رهيب، ريحته فظيعه، كانت ريحته بصراحه قلب البيت. ميكس الفراخ مع الخضار مع الرز مع التوابل مخلين الطعم في حته تانية خالص. بجد وجبه كامله من كل حاجه، مش هتصدقوا طعمها غير لما تجربوها بنفسكم. عملت معاها سمبوسه، طبعا عملت معاكم السمبوسه في فيديو تاني لوحدها بحشوات كتير مختلفه. انا النهارده عملتها جنب الرز بحشوه الجبنه. شايفين السمبوسة قد ايه هشة مورقة وحشوة الجبنة فيها رهيبة. لازم ترجعوا لفيديو السمبوسة، ولو عملتوهاش بطريقتي لازم تعملوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم يا حلوين في فيديو جديد بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخر حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة اللي اول مرة بتشوفني على اليوتيوب، وفولو للبيج على التيك توك وعلى الفيسبوك.